رد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي على الإعلام الجزائري الزاعم إلى وجود خلافات بين المغرب ورئيس الكاف. وهلل رئيس الكاف للبنية التحتية المغربية على هامش أشغال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيجان. وقال موتسيبي: المغرب يملك بنية تحتية جيدة جدا، كما أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعمل بجدية وبشفافية. ولم ينسى موتسيبي إلى الإشادة بالإنجاز المغربي في كأس العالم قطر 2022 قائلا: فوز منتخب إفريقي بكأس العالم أصبح أمرا في المتناول. وأضاف: نعم، المغرب بإنجازه في كأس العالم قرب لنا كل شيء، منحنا الثقة أن كل شيء ممكن ببلوغه المربع الذهبي لكأس العالم قطر 2022. وتأتي تصريحات رئيس الكاف لترد على ما يروج له الإعلام الجزائري عن غضب موتسيبي من المغرب ومن فوز القجع. ونشر الكاف في الأيام القليلة الماضية صورا يظهر فيها موتسيبي وهو يعانق بقوة فوز القجع، في تأكيد على قوة العلاقة بين الطرفين. اختارت شبكة ESPN الأمريكية لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أفضل ظهير أيمن في العالم على الإطلاق، وتفوق حكيمي على نجوم العالم أبرزهم لاعب مانشستر سيتي كيلي وولكر الذي حل ثالثا، في حين جاء كيريان تريبر ثانيا. وتقدم حكيمي على لاعبي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ونابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي وليفركوزن الألماني. ويأتي هذا الاختيار ليقوي من أسهم اللاعب المغربي القريب بقوة من مغادرة باريس سان جيرمان صوب فريق عالمي. وتتحدث مجموعة من التقارير عن اهتمام كبير بحكيمي من قبل 3 فرق عالمية، وهي الانتر ميلان وريال مدريد ومان سيتي. ويرتبط صاحب 24 ربيعا بعقد مع باريس سان جيرمان ممتد إلى غاية يونيو من عام 2026، في حين تبلغ قيمته السوقية 65 مليون أورو.